السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده فكره جديده ومختلفه تماما. النهارده بقى هقول لكم ايه الحاجات اللي انا جبتها في فرحي وندمت عليها، والحاجات اللي انا جبتها وتستاهل كل جنيه وفعلا تستاهل ان انت تجيبيها وتجربيها. واول حاجه هنبدا بيها في السلسله دي هي الميك اب، وكمان هنبدا بالروجات، لان انا كنت جايبه الوان روجات كتير، فهقول لك ايه اللي تجيبيه وتستفادي بيه وايه اللي ما تجيبوهوش وندمت عليه فعلا ان انا جبته ومركون لحد دلوقتي عندي. لو عجبتكم الفكرة هنكمل مع بعض وهنعمل كذا فيديو في الحاجات دي، لو سواء ميك اب بقى ادوات منزلية زي ما تحبوا. يلا بينا نبدأ الفيديو. طيب يا بنات، مبدئيا كده هتلاقوني ان انا ساعة فرحي اشتريت ميك اب كتير جدا، ومنه باليتات ومنه حاجات كتيرة بالدستة، يعني الوان مع بعض، يعني 12 لون مثلا مع بعض وكده. ودي مش حاجة كويسة خالص خالص، ولا استفدت بيها في اي حاجة، لان فعلا لما بتجيبي البالت على بعضيها او بتجيبي دستة 12 قطعة بيبقى فيها الوان انت اصلا مش هتستخدميها ولا هتيجي جنبيها خالص. انما لو جبتيها مثلا بالقطعة واخترتي الالوان اللي انت هتستفادي بيها بس، او الالوان اللي انت بتميزيها وبتحبيها، ده هيكون احسن ليكي جدا. وكل حد فينا بيميز الوان غير التاني، يعني في ناس بتحب البنيات، في ناس بتحب الكشمير، في ناس بتحب الفوشيات، في ناس يعني على حسب الالوان اللي هي اللي الواحده بتحبها. انا مني واحده بحب النود، يعني الالوان النود اللي هي البنيات مثلا والكشميرات الحاجات دي. ما بحبش الفواتح قوي، ما بحبش احط روجات فاتحه. وده فعلا خلاني ان انا ما احبش خالص ان انتي حد يروح يشتري الميك اب بتاع الفرح ويجيب كميات، يعني يجيب مثلا 12 قلم من النوع دوت او باليتات كتير ملهاش اي لازمه. لا، انت تجيبي الباليت اللي الوانها انت عارفه انت هتستخدميها، تجيبي الباليت او الالوان اللي انت اختاري يا ستي من كل نوع الالوان اللي انت بتحبيها بس وبتفضليها. بلاش تجيبي كميات وخلاص زي ما انا عملت، لان دي غلطة انا وقعت فيها. وفعلا في الباليتات دي، سواء دي او دي او دي او دي، في حاجات انا فعلا ما استخدمتهاش خالص، وفي حاجات انا خلصتها ومن حلاوتها ومن ان انا حابة الالوان دي بحب ان انا اكررها واجيب تاني. وفعلا هي دي الالوان اللي انا بستخدمها من كل الانواع. فبلاش تعملي زي خالص وتجيبي من كل حاجة 12 او من كل حاجة كذا باليت، لا بلاش. هوريكم دلوقتي البلاتات اللي انا جبتها والحاجات اللي انا استفدت بيها والالوان اللي انا بحبها واستخدمتها، والالوان اللي هي اصلا في ناس ما بتفضلهاش خالص. زي مثلا في حاجه، في الوان في الباليت دي مثلا انا ما بستخدمهاش نهائي، يعني ما بفضلهاش خالص. وفي الوان عشان ما اركنهاش بستخدمها في البيت بس، ودي حاجه كويسه، يعني ان في حاجات الوانات بستخدمها في البيت بس، في الوانات انا ما باجيش جنبيها نهائي حرفيا. طيب يلا بقى هنبدأ مثلا بالبالت دي. البالت دي فعلا خطيرة، ممكن اعمل لكم ريفيو عنها لوحديها، فيديو لوحدي. بس حاليا انا هوريها لكم برضو واقول لكم هي حلوة في ايه وايه اللي وحش فيها، بس هي فعلا جميلة جدا. والبالت دي فيها برضو 12 لون روج. بصوا يا جماعة البالت اهي، معلش طبعا عاملة كده لان انا بستخدمها على طول. بصوا فيها الالوان دي كلها بتاع الاي شادو، وفي بلاشر، وفي هايلايتر، وفي مصحح حواجب، وفي بصوا الالوانات دي برضو اللي هي الجليتر والمات، كل الالوانات موجوده. وهنا بقى في 2 4 6 8 10 الوان روج. اللون ده معلش بنتي بوظته، تمام، واللون ده كمان. بس بصوا يا جماعه هي حلوه قوي، البيجمنت بتاعها تحفه في كل حاجه. يعني بصوا البيجمنت بتاعها ده، بصوا البيجمنت بتاعها رهيب، وفعلا البلد خطيرة. بس الروجات اللي فيها مش ثابتة اكتر حاجة، تمام. يعني انا بستخدم منها بس مش بستخدمها زي الالوان التانية او زي البلد دي مثلا، لان البلد دي انا بحبها جدا وبستخدم منها الوان كتير. اما دي بستخدم منها لو لون سريع، يعني هيتمسح بسرعة، فاهمين قصدي. اما البيجمنت بتاعها خطير وفعلا رهيبة، والمصحح بتاعها جميل. ولو عايزين نعمل عليها ريفيو لوحديها عرفوني وانا هعمل لكم ريفيو عنها لوحديها. تمام كده البالة دي خلاص، دي فيها 10 الوان روج. مش كل الالوان برضو بحطها، اللون ده مش بحطه مثلا، اللون ده مش، في الوان بفضلهاش برضو وفي الوان بحطها عادي. الاحمر ده الفاتح قوي ده برضو ما بحطوش وانا خارجه، بحطه هنا بس في الشقه، تمام. هوريكم دلوقتي بقى ايه الالوان التانية. بصوا الباليت دي، الباليت دي ميه سينما، الباليت دي ميه سينما. بصوا انا بحبها، بحب حاجات كتيره قوي من ميه سينما، بجد بتبقى خطيره، والبيجمنت بتاعها رهيب حقيقي، فعلا الميك اب بتاعهم حلو جدا. طيب بصوا البالت دي لو فتحتها كده هتلاقوني ما استخدمتش منها اي الوانات. ليه؟ لان الروجات عندي كتير ومش بحط ميك اب كتير وانا خارجه، وفي البيت بحط الوان معينه وانا خارجه بحط الوان معينه، تمام. بصوا هي البالت اهي،
الواناتها حلوه كلها تمام. البالت دي الواناتها جميله كلها، وبس لو ركزتوا في الالوان هتلاقوا البالت دي نفس الالوانات اللي في البالت دي. بس بقى ايه، الاحمر هنا انا برضو ما بستخدمهوش قوي زي التاني، بس البيجمنت بتاعه برضو جميل تمام اهو. شايفين اهو، برضو البيجمنت بتاعها تحفة. بس برضو لو ركزتوا هتلاقوا ان الالوان هنا هي الالوان هنا، وفي نفس الوقت برضو عايز حاجة تثبته، مش بيفضل فترة طويلة زي البالت دي تمام. البالت دي انا بستخدم منها الميك اب والروجات. الروج بيفضل ثابت 24 ساعة حرفيا لما تقعدي تمسحي فيه، وبصي يعني مش عايزة اقولك فعلا حقيقي رهيب تمام. دي الالوانات دي هتلاقيها هي اللي في دي، فلو هتجيبي دي بلاش دي، لو هتجيبي دي بلاش دي تمام. ده بالنسبة للروجات للبالت دي. هنحط البالت دي كده وهوريكم بقى الالوانات اللي لوحديها. معلش يا بنات الكاميرا فصلت، الكاميرا اتحركت وفصلت تمام. هنيجي بقى للروجات دي. بصوا الالوانات دي، في الوانات منها برضو بفضلها وفي الوانات لا يا جماعه، عشان انا كنت بس الناس اللي بتقولي طب جايبه ليه مش بتفضليه وكده، لان انا كنت جايبه ميك اب كتير في الجهاز وما كنتش عارفه ايه اللي هستخدمه وايه اللي لا، يعني وانا يعني ما كنتش بحط ميك اب كتير وكده، ماليش يعني اهتمامات قوي في الميك اب. بصوا اللون ده انا فضلت ادور عليه، انا بحبه جدا في الشقه اهو. الدرجه دي انا بحبها في البيت، فيها لمعه بسيطه كده حلوه قوي تمام. وده اللي هو المفروض ان هو كوري، بس على فكرة هو لونه حلو، يعني لما بتحطيه على شفايفك لونه بيبقى جميل. ده كل الالوانات دي بستخدمها في الشقة. بس هقول لكم على حاجة، الاقلام دي من الروجات ما بتبقاش ثابتة قوي زي اللي انا هوريها لكم دلوقتي. شايفين اللون ده مثلا يعتبر ما استخدمتوش خالص تمام. ده احمر برضو، ده بحطه في الشقة، ما علينا اهو. هتلاقوا بقى ان انا في قلم هنا حطاه على جنب، هتلاقوا ان انا في قلم هنا حطاه على جنب هو خلصان. انا تقريبا باكل الالوان دي تمام، مش عارفه هو باين ولا لا اهو. الدرجه دي انا باكلها حرفيا. بصوا هو خلصان تمام. تعالوا بقى انا هقول لكم انا كنت راكنه ليه، لان بصوا البالت دي، بصوا البالت دي يا بنات بقى، البالت دي 12 لون تمام. 12 قلم، 2 4 6 8 10 ادي 12. 12 قلم ممكن فيهم قولي 6 بستخدمهم، وفي 6 ما باجيش جنبهم نهائي، لان الوانهم استحالة احطها لا في البيت ولا بره البيت بجد، شكلهم فعلا فظيع تمام. بصوا اللون ده مثلا انا بحبه جدا، هتلاقوني ان انا جايبة منه تاني اصلا اهو تمام. او الدرجة دي، بصوا هتلاقوني بفضل درجات معينة، او دي في البنيات والكشميرات تمام، او دي تمام. وفي الوان منهم بالفعل خلصانة تمام. بصوا كده ده خلصان اهو. بصوا كده اللون ده كمان خلصان. ليه؟ الالوانات دي فعلا اللي انا بفضلها وبحطها على طول وانا خارجه، يعني طول ما انا خارجه او طول ما انا في البيت احب احط الالوانات دي. بصوا ده فيه شويه بس قرب يخلص برضو تمام. ومن حلاوه الالوان دي يا جماعه انا جبت ده وبجد بستخدمه برضو وخلص كلته، وعايزه اجيب تاني من الالوانات دي. انا في الوانات معينه بفضلها تمام، فلو انت هتجيبي هات الالوان اللي انت بتفضليها بس. طب تعالوا بقى هوريكم بقى ايه الالوانات اللي انت، يعني مثلا اللونين دول اهو، دول كده بحطهم في الشقه بس. ليه؟ فاتحين قوي، فاتحين يعني درجاتهم اوفر. بصوا الاحمر الاوفر احمر فاقع، يعني احمر مش عايزه اقول لكم. والموف ده تمام،
ده برضو بحطه في الشقة عادي، يعني في الوان هتستفادي منها وفي الوان لا. هنيجي بقى لو دورنا، بصوا لو هنيجي بقى ندور على البلد هتلاقوا فيهم 5 الوان اهم، او 4 الوان مثلا، مش هتستخدميهم اصلا. ليه؟ الدرجة دي كمان كنت بحبها. بس بصوا يا جماعة برضو في الشقة، هي الفوشيا، فوشيا فاقع يعني ما ينفعش ان انا احطه بره. تمام، الدرجتين دول مثلا مش هتحطهم خالص يا جماعه. في ناس بقى بتعرف تدمج الروجات، الناس اللي بتعرف تدمج الروجات هي اللي تجيب بقى. اما انا مثلا لا، ما بعرفش ادمج الروج ومش بعرف اتصرف في الالوانات دي. بصوا اللون مش باين في الكادر اصلا، مش باين لانه هو لونه غريب. وبصوا ده برضو تحسيه داخل على الابيضات، مش عارفه. بصوا لونه مش حلو. تمام، هنلاقي ان في برضو في البالت الوان انت مش هتستخدميها خالص، فبلاش ان انت تروحي تجيبي 12 قلم، 12 روج من نوع واحد، او 12 قلم من غير ما تختاري الوان. لا، لو هتجيبي 12 اختاري الوانهم احسن ما تجيبي بالت على بعضيها. ودي حاجه انا غلطت فيها فعلا. ما ينفعش ان انت تروحي تجيبي من حاجه 12 قطعه على بعض بالواناتهم، لان في الوان انت يعني ما بتحبهاش ومش هتحبي ان انت تستخدميها خالص. فبلاش ان انت تعملي كده خالص في نفسك في الميك اب بالذات. تمام. ده بالنسبه للروجات اللي عندي. انا دولت اللي انا لقيتهم قدامي، لو في تاني ابقى اوريها لكم في فيديو تاني. بس دولت اللي انا لقيتهم قدامي حاليا، قلت اعمل لكم الفيديو عشان برضو تستفادوا منه ان شاء الله. يا ريت اي حد شاف الفيديو ده واستفاد منه يكتب لنا في التعليقات ايه الحاجات اللي جابها في الميك اب وندم عليها. ولو عايزيننا نكمل في السلسله دي صلوا على النبي في الكومنتات وعرفوني ان احنا نكمل او لا. بس اشوف وشكم على خير. باي.